قدمت اليوم مستشفى هرقيسة الدولي قافلة طبية إلى مرضى مقاطعة سبا وناق التابعة لإقليم مرود الشيح، حيث تضمنت هذه القافلة الطبية مجموعة كبيرة من الأطباء المتخصصين في شتى المجالات. هذا وقد بدأت أعمال القافلة الطبية أعمالها في تمام الساعة 7 صباحا وحتى بعد الظهر هذا اليوم، حيث تم إجراء الكشوفات الطبية على أكثر من 400 مريض ومريضة، كما تم منح المرضى أدوية طبية بالمجان، بالإضافة إلى الإعلان عن استقبال عدد 15 حالة لإجراء عمليات جراحية مجانية لهم بمقر مستشفى هرقيسة العام بالعاصمة هرقيسة. لذا وقد أثنى مجموعة من السلاطين والعقلاء ومسؤولي مقاطعة سبا وناق على جهود مستشفى هرقيسة ومسؤوليها، ومشيرين بأن هذه الخدمات الطبية قد عادت بالنفع على العديد من المرضى بشتى التخصصات. هذا وقد تحدث بكلمة عدد من الأطباء بتخصصات مختلفة، حيث أشار أحد الأطباء بكلمة وحيث قال: نظام القافلة الطبية إن إحنا بنجيب الطاقم الطبي من مستشفى هرقيسة الدولي إلى الأماكن المحرومة من الخدمة الصحية زي البادية والقرى البعيدة عن العاصمة، وبنعمل القافلة الطبية. لو في حالات بتحتاج جراحات بنحولها إلى المستشفى هرقيسة الدولي وبنعمل الجراحات هناك بالمجان. وأشار آخر حيث قال: بنقدم أدوية جيدة جدا، يعني الأدوية دي أدوية فعالة جدا. دي مثلا عيادة الجراحة، دي مثلا للجراحة والمسالك، دي عيادة الطوارئ، عيادة البطنة، كل دي أدوية المريض بعد ما يكشف بياخدها. وأشار آخر بكلمة حيث قال: فبفضل الله تعالى اليوم في منطقة صاب وناج القافلة رقم 41. اليوم إن شاء الله بفضل الله عندنا 6 تخصصات وعدد المستفيدين حوالي 420 مريض. وكما نعد إن شاء الله بأننا يعني سنكمل مسيرتنا الصحية إن شاء الله، وسنصل بالخدمة الصحية إلى كل ربوع صومالي لاند كلها، وكل مكان لن يصل إليه الخدمة الصحية إن شاء الله ستكون المستشفى الدولي بهرقيسة إن شاء الله في هذا المكان. ونشكر أهالي صاب وناق لما وجدناه من تعاون ومن حفاوة ومن استقبال لأعضاء القافلة والإدارة القافلة.